بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل زمان وكل حين. أحبي أبو الكباتن في كل مكان، صباحكم زي الفل وحفظكم الله جميعا أينما كنتم، وكفاكم الله شر السوء والداء والبلاء والغلاء. هنروح عشان نتابع الأفراح والانتصارات والإنجازات في ألعاب الصالات المتوهجة امبارح والنهارده واول امبارح واول اول. بصراحه العاب الصالات كلها افراح وانتصارات، يعني وبقت تشدنا جميعا. يعني النهارده مباراه السله بين الاهلي والاتحاد المحترم، فرقه قويه جدا، شدت اعصابنا اكتر من كره القدم. اصبحت العاب الصالات دلوقتي ماركه مسجله، لازم نتفرج عليها ولازم اعصابنا تتعب اكتر من كرة القدم، بس مشوقة وجميلة. لان الهبابة يا تودي لك البطولة يا تاخد منك البطولة. هبابة ما فيش فيها فرص ولا كده زي كرة القدم. النهارده مباراة رهيبة وعجيبة، راحة جاية راحة جاية. مبروك اولا، مبروك لكل جماهير الاهلي العظيمة اولا، رقم واحد في المنظومة كالعادة. مبروك للمحترم، للأسطورة، أسطورة الرياضة والأخلاق كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وللمجلس إدارته وللجمعية العمومية ولكل من ينتمي للنادي الأهلي. ألف ألف مليون مبروك. تتوالى الانتصارات وتتوالى الأفراح والليالي الملاح مع أبو الكباتن، مع الكابتن بيبو. النهارده يا جماعة مباراة عصيبة، عصيبة بكل ما تحمله الكلمة. عصبية بجد. أنا ما كنتش بتابع مباريات سلة ولا طايرة ولا يد بالطريقة دي. خلاص الأهلي شدنا لسكة تانية غير القدم. طبعا القدم نمبر 1، والصلاة دلوقتي أصبحت زي القدم بالظبط. مليون مبروك كتيبة أوجستي، كتيبة الماتادورز بقيادة أوجستي الأسباني العبقري البروفيسير السنيور أوجستي. النهاردة فازت بدوري السوبر. أبطال السلة النهاردة، أبطال الأهلي فازوا النهاردة بدوري السوبر للمرة الثانية على التوالي، للمرة الثانية على التوالي والسابع في تاريخه. طبعا احنا بنواجه نادي عنده 13 بطولة. الاتحاد يا جماعه هو عملاق كره السله في مصر. بصراحه فرقه قويه جدا. هم عندهم جونسون واحنا عندنا تومسون. الولدين دول حكايه وروايه. بس الواد تومسون الاقرع اللي عندنا ده يستاهل تقله ده، اقسم بالله يستاهل تقله ده. النهارده في المباراه ما فوتش هباب، ما راحش منه اي حاجه. انما ايهاب امين والجندي وحفظنا اسمائهم، وعمرو مش عارف مين وعمرو ايه والتاني والتالت، بقوا يشدوا اعصابنا شويه. الواد ده هادي مايسترو، يعني حكايه كده زي زمان حسام غالي في نص الملعب، زي الايام دي عطيه السوليه، زي ايام زي الولد اللي هو بتاع الطايره عبد الله عبد السلام. حاجات كده زي شروق مثلا في الطايره البنات. متعه متعه ما بعدهاش متعه. النهارده بنبارك الفوز طبعا 72-70 يا اخي. والحكم حرق اعصابنا في اخر ثواني. يحسب ايه؟ طب دي بيحسب بها ايه؟ احنا ما فاهمين حاجه، قاعدين ها وخلاص ما نعرفش. بس المهم خلصت نقطه بنقطه، نقطه بنقطه، حاجه. يعني الاول خدنا يعني كده 3-1 للنادي الاهلي الاول، ثم الاتحاد، ثم الاهلي 2-1. والنهارده لو كان فاز الاتحاد كنا هنروح للمباراه بكره او بعده. فهم كده هيروحوا على افريقيا على طول ان شاء الله باذن الله. واصبح لهم المشاركه في البال فور ان شاء الله السنه الجايه باذنك انت يا رب، باذن الله سبحانه وتعالى بمشيئه الرحمن. النشاط الرياضي كان موجود الكابتن بيبو طبعا، ومعاه الكابتن والراجل المحترم الوزير السابق العمري فاروق. ده المشرف على النشاط الرياضي بالنسبه للالعاب
الصلاة، الألعاب المنفردة. بصراحة عامل جهد رهيب، عامل جهد رهيب. السيد النائب، نائب الرئيس، طبعا نائب رئيس النادي الأستاذ العمري فاروق، ومعاه كمان مين؟ الأستاذ اللي هو المكوك، رئيس قطاع النشاط الرياضي خالد العوض. حاجة حب للكيان ملوش لا أول ولا آخر. يعني بيدوب حب في النادي الاهلي. بصراحه الجماعه عاملين جهد، والكابتن موفر لبن العصفور زي ما كان الاخ بيقول، سو 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 ملك سو سو سو. الكابتن موفر لهم كل كبيره وصغيره، مفيش حد بيطلب حاجه لما بتكون موجوده وجاهزه تمام التمام. فهي ان شاء الله يعني اللي هقول ايه الاهلي يا ساده، الاهلي يا ساده، الاهلي عظيم يا ساده، الاهلي كبير يا ساده، الاهلي في القمه يا ساده، الاهلي على مسمى يا ساده، الاهلي يا ساده. وغيرنا بيشربوها ساده، القهوه طبعا بيشربوها ساده. احنا بنشتغل، احنا بنهتم، ملناش دعوه، ملناش دعوه خالص. ده في لقطه النهارده انا نزلتها في بوست، الكابتن الخطيب مع الحاج محمد مصالح. لازم نشكر الحاج محمد مصالح، الراجل ده محترم قوي قوي وبيحب الخطيب. احنا اللي بيحب الخطيب بنحبه جوه عينينا وجوه قلبنا وعلى راسنا من فوق. ناهيك على ان الحاج محمد مصلحي شخصيه محترمه ومتزنه وراجل مؤدب، ابن ناس، نائب مجلس شعب كم مره ورئيس نادي قبل كده كم مره. يعني محبوب، اسكندراني محترم، اسكندراني ابن بلد، بيقدر الذهب. عشان كده مصاحب رجل الذهب. البنات امبارح حطوا له الذهب في عنقه، والنهارده برضه طلع هو الله يعينه. انا قلتها امبارح، الله يعينك يا خطيب، يا رب ويزيدك تطلع كده ان شاء الله معانا على طول على المنصات. انت بركه بركه. في الصوره اللي هي كابتن خطيب مع الحاج محمد مصلحي بيهزروا كده وبيتكلموا مع بعض، وابتسامه صافيه كده، ابتسامه حلوه. هي دي الرياضه، هي دي الاخلاق. في ناس تانية ما تعرفش عن الاخلاق حاجه، ولا تفهم ايه معنى الرياضه اصلا. شتيمه، يمسك الحديده وهاتك يا ابو زو زو، في الكبير والصغير، في الكبير وفي الصغير، ما بخليه قلة أدب، سفال، طولة لسان، خد في أعراض. أنت يالا، أمك، أبوك، أنت ما كنت بتشحت، أنت جاي لي مش عارف إيه، ده أبوك كان بيقف لي على الباب، يا الله. وفي النهاية ما ينتصرش إلا الحق وصاحب الحق والمحترم والمؤدب واللي مع ربنا، اللي مع ربنا. اوعى تفتكر اي واحد غلط وقليل الادب وسافل ده يبقى ربنا بيحبه، لا ابدا ابدا. شتموا اللي عنده مطرود، مطرود من رحمه ربنا، ومغضوب عليه من كل حته في الدنيا. ده حتى بره خارج حدود مصر بيكرهوا البني ادم اللي بالشكل ده، اللي بالمنظر ده، اللي بالوصف ده. فاحنا النهارده مبسوطين وكلنا تمام التمام. هم بقى يطبلوا يزمروا يقولوا مش عارف كان يماني، ما لهمش فيه، ما لهمش فيه. احنا بصراحه اهتمامنا باصبح كبير قوي قوي بالنسبه لالعاب الصالات. شدنا الاهلي وخلانا نتفرج، لو ورانا مشاوير بنستنى زي كره القدم بالظبط ان شاء الله. طبعا مبروك بقى ونروح فين بقى؟ نقول لك ايه، ان في خبر كده على السريع بيقول لك ان معين الشعباني او الشعلاني اللي هو المدرب التونسي بيدرب سيراميكا كليوباترا عند الحاج محمد ابو العينين، نائب مجلس الشعب ورئيس مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا. بيقول لك انه مشي سافر، سمعنا في اخبار بتقول كده انه سافر. ما نعرفش بقى باتفاق مع الحاج محمد ابو العينين ولا من غير، ولا سافر كده لما هدومه ومشي على اساس انه هيدرب الترجي خلفا للمحترم نبيل معلول. هيمسك باقي الموسم ده مع موسم جديد. الله اعلم ما الكلام ده هيبقى مظبوط وحصل ولا ما حصلش. دي حاجه على السريع كده. المهم طبعا بالنسبه للنادي الاهلي كان في تدريب النهارده، واحنا جينا بثلاث اهداف، جينا معانا في جيوبنا وفي السياله ثلاث اهداف محترمين نضاف 100% نضاف تمام. يوم الجمعه هنتقابل مع الترجي. احنا بقى ايه نشتغل صح، لان يعني ايه
العيال كانوا معزومين عند حمدي فتحي على عزومه برضه، بعد عزومه كهرباء العيال شغاله الله ينور، هوبر بياكلوا وبيدوها حاجه شغل 10 على 10. اللحمه غاليه بقى بس ايه، يلا بالهنا والشفا. مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يسري يمري، بكل نيه صافيه وكل حب والله، لا حسد، اللهم لا حسد. بس المهم الماتش اللي جاي يوم الجمعه، عايزين الجماهير يا جماعه، الجماهير يا جماعه، ما احناش عايزين نرجع لحته 10 و5 و15، احنا محتاجين ال 50 واللي فوق ال 50 كمان. احنا في مرحله بقى ما فيش فيها تفاهم. حتى لو احنا غالبين ثلاثه لازم الجماهير تكون موجوده في قلب الاستاد، تملى الاستاد، تملى الاستاد عشان اللعيبه تتعود على كده. احنا رايحين لمعترك نهائي بمشيئه الرحمن، يا اما صن داونز، يا اما هنروح بريتوريا في جنوب افريقيا، يا هنروح الدار البيضاء في المغرب للوداد، لصن داونز او الوداد اللي يجي لنا اهلا وسهلا بيه. كبير لا يخشى احد، الكبير بيمشي وكله وراه، تمام. فاحنا عايزين الله يعني رجال الامن ووزير الداخليه المحترم لبى طلبات النادي الاهلي في الماتشات اللي قبل كده، ال- الهلال والرجاء وكده. ما احناش عايزين نقل، والناس اللي تدخل تلتزم، الناس اي حد من الجمهور داخل تلتزم، ده ممنوع ماشي، ده تخش ماشي، ما احناش عايزين لك ولا عجن في الكلام ده. بكفايه اللي حصل في ماتش الرجاء، بكفايه اللي حصل في ماتش الرجاء، ما احناش عايزين نكرر الكلام ده. مش عايز اطول عليكم عشان ايه، يعني النهارده انا يعني بالنسبه لالعاب الصالات 10 على 10 امبارح والنهارده وقبل كده اليد، وفي النهارده بنات اليد صعدوا ورجال اليد برضو صعدوا. يعني الدنيا ماشيه وزي الفل، بتمشي مع الراجل السالك، واحنا ناس يعني قلبنا ابيض، اللي بيجي علينا بنيجي عليه، يعني ما 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 احناش طيبين قوي للدرجه دي، لا اللي يجي علينا هنيجي عليه وهنرد عليه. انت في حالك وانا في حالي، انا بشوف شغلي وانت مع نفسك عيش، الله يرضى عليك. في النهايه بنقول ايه، الف مبروك لكل العاب الصلاه والاهلي. قبل ما اقول الاهلي ايه، بقول لكم يا جماعه اللايك والشير، اللايك والشير على كل فيديوهاتي على الفيس او على اليوتيوب، وتشترك في القناه وتفعل الجرس. مش هقول اكتر من كده، مش هقول اكتر من كده. اضغط على مش هتخلص عليك حاجه، اضغط على اللايك سواء شفتنا على الفيسبوك او رحت على اليوتيوب. الاهلي تاريخ ومبادئ وتطوير، مش عايزين كلام كتير من الزمطيه. صباح الخير، سلام.